الشمع وازاي احتفظ بالزيت العطري جوه الشمعة بتاعتي على قد ما اقدر. طبعا التعتيق مهم جدا جدا جدا، فما انصحش ان انتوا تعدوا الخطوة دي علشان تفضل شموعكم ريحتها حلوة وباينة لأطول فترة ممكنة، وفعلا تبين للعملاء بتوعكم قد ايه انتوا شاطرين واحسن صناع شموع. النهارده من اهم الفيديوهات في صناعة الشموع، عشان انتوا ممكن تعملوا شمعة تحفة وتتبعوا كل الخطوات عشان تعملوا شمعة زي دي كده، وفي الاخر غلطة بسيطة ممكن تبوظ الشمعة او ما يبقاش ريحتها معطرة زي ما انتوا عايزينها. فيديو النهارده هيكون عن التعتيق، سواء كان تعتيق القوالب زي كده او ازاي هنعتق الكوبايات الشمع اللي هي بتبقى زي كده. فيلا بينا نبتدي ونعرف ايه هو التعتيق وليه بنعمله وازاي هو مهم للشمع. اي شمع حطينا فيه زيت من الزيوت العطريه هنعتقه، سواء كان نخيل، سواء كان صويا، سواء كان نخيل على امك، سواء كان صويا قوالب او صويا كريمي بتاع الكوبايات، اي نوع حطينا فيه زيت عطري يعني ايه محتاج تعتيق. حد ذكي ولذيذ هيسألني ايه هو التعتيق اصلا، وما تخميش وتروحي على الستة اللي بعدها قولي لنا يعني ايه نعتق المنتجات. عندنا مثلا هنا شمع القوالب وشمع الكوبايات، ده شمع صويا، ده شمع نخيل على امك، ده كمان شمع نخيل على امك. يعني ايه بقى التعتيق؟ التعتيق بكل بساطة ان انا باخد الكلينج فيل اللي هو النايلون ده بتاع الاكل وبقوم مغلفة الشمع. الطريقة دلوقتي هوريها لكم. زي مثلا ان انا اخد اي قالب عندي واخد حته صغيره من الكلينج فيل بتاعي واقوم لفاه على القالب كله بالطريقه دي، وبحكم قفلانه يعني بقفله على قد ما اقدر كويس قوي، وبعيد الف كده. شايفين انا بعمل ازاي؟ بلفه اكتر من مره وبتاكد انه مفيش هوا وصله خالص علشان الزيوت العطريه اللي جوه ما تطلعش بره القالب. باخد قطعه صغيره كده لان انا هقفل بس الفواهه بتاعه الكوبايه، فباخد قطعه صغيره بالحجم ده كده بقطعها. ممكن استعمل مقص، بقطع بس الحته دي اللي انا محتاجاها وبقوم قافله الكوبايه من فوق كده. شايفين قايفلاها باحكام ازاي؟ طبعا الكوبايات دي انا اوريدي عندي غطا ليها فممكن استعمل الغطا، بس انا بوريكم لو انتوا ما عندكمش غطا للكوبايه نفسها ممكن تعملوا الاتنين، تحطوا الكلينج فيل او النايلون وتحطوا عليه برضو الغطا تبقى قافلاها بزياده. شايفين الطريقه اهي مقفوله كويس جدا. نفس الكلام للقالب. وبعد كده بقوم جايبه الكيس بتاعي اهو قماش، واحط بقى كوبايتي جوه الشنطه القماش كده. عملنا يعني ايه تعتيق. بعد كده هاخدها زي ما هي وافتح اي دولاب عندي اسيبها تتعتق فيه على قد ما اقدر. السؤال المهم دلوقتي ايه هي انواع الشمع المحتاجه تعتيق؟ اولا كون ان انا حطيت زيت عطري، اي نوع زيت عطري ده معناه ان انا على طول هقوم معتقه الشمعة، سواء هنا استخدمت صويا او استخدمت نخيل او اي نوع من انواع الشموع حطيت عليه زيت عطري، ده معناه على طول ان انا هعتق. التعتيق بيكون قد ايه؟ بيكون من 4 ايام او 5 ايام لغايه 10 ايام ممكن تسيبوا الشمع يتعتق. كل ما عتقتوا الشمع كل ما بقت ريحته احلى وباينه اكتر في الكوبايه. عايزه اقول لكم مثلا الشمعه دي انا معتقاها بقالي 10 ايام، انا حطاها هنا تعتبر في مسافه بيني وبينها، انا شم ريحتها جامده جدا. بالنسبه للقوالب، القوالب مش يعني الريحة بتاعت القوالب مش بتقعد فيها زي الكوبايات، عشان الكوبايات دايما مقفولة. القوالب زي ما انتوا شايفين اول ما بشيلها من النايلون هي بتفضل كده معرضة للهواء، فالزيوت العطرية بتاعتها طبيعي ان هي تتطاير. انا من الناس اللي مش بتحب تحط زيوت عطرية للقوالب، عشان بحس ان القوالب دي بتبقى اكتر للتوزيعات، بتبقى اكتر كديكوريشن، بتبقى اكتر كشكل حلو في البيت، فبحس ان انا مش شرط احط لها زيت عطري. بس طبعا لو جالكوا اوردر وعميل طلب ان انا عايزه او انا عايز شمعة بشكل معين في قوالب بزيت عطري، ما تقدروش طبعا تقولوا لا، انتوا لازم هتعملوها. ومش هنا بقصد ان الشمعة مش هتطلع ريحة، لا هتطلع، بس
مش هتبقى بكفاءة شمعة الكوبايات. اوكي، دي معلومة مهمة لازم اقولها لكم عشان تبقوا بس عارفين، لان في اسئلة كتيرة بتجيلي بتقولي انا عملت تعتيق للقالب بس الريحة مش جامدة، فبيبقى تقريبا علشان هي بعد لما خلصوا تعتيق القالب سابوه كده في الهواء، فطبيعي ان الزيوت هتبتدي تتطاير بين القالب، فده حاجة عادية جدا. الاحسن ان انتوا بعد ما تخلصوا التعتيق تشغلوها على طول علشان تاخدوا احسن نتيجة من القوالب. ومدة التعتيق زي ما قلنا بتبقى من 5 ايام والاسبوع لغاية 10 ايام، ده بيبقى مناسب جدا. في ناس بتكتر على 10 ايام بتعملها اسبوعين، في ناس بتحب اكتر، بتبقى طبعا على حسب قدرتكم، لان ساعات بيجيلك اوردرات او بيجيلك اوردرات كتير مش بتلحقوا تعتقوا، بس على قد ما تقدروا 4 ايام يبقى مناسب جدا. وممكن تقولوا للعميل ان احنا محتاجين فترة عبال ما نوصل لك الاوردر، ممكن نوصله لك في خلال 5 ايام او في خلال اسبوع، فده بيبقى مناسب اكتر ليكم. هتلاقوا موجود في فيديو على قناتي بشرح فيه كل انواع الشمع وايه الفرق ما بينها، الشموع الطبيعية وايه الشموع الصناعية، فاتفرجوا على الفيديو ده، انا شايفاه مهم جدا لو انتوا لسه بتبتدوا في صناعة الشموع. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.